كيف تسوي اللحم ورز المندي في فرن البيت بطريقة سهلة وناجحة من أول تجربة؟ كمون، فلفل أسود، فلفل أبيض، كزبرة حب، ثوم مجفف، بصل مجفف، فلفل حار، بهارات الكاري، ونطحنهم مع بعض. بسم الله. وهذه بهاراتنا جاهزة. ما شاء الله تبارك الله. أحلى حاجة إذا تشوي تذوقوا طعم دجاج أو كبسة أو أي نوعية طبخة، اطحنوا البهارات بنفس الوقت بتشوفوا الفرق. لكمية البهارات هذه بحتاج 3 ملاعق ملح، ملعقتين ملح صيني أو موتو، نخلطهم مع بعض. تمام. طبعا البهارات هذه تنفع للمضبي والشواية والمندي سواء لحم أو دجاج، بس في حال إنه مثلا نسوي مندي نضيف اللي هو صفار الزعفران فقط. لازم تكون كمية الملح باينة في البهارات بالشكل هذا. لحم، نبهر اللحم. تمام. ملون طعام أو صفار الزعفران، وهذا اللحم جاهز. والآن بجهز الرز. شوية زيت، بصل مقطع جوانح، نكشن البصل قليل، لازم البصل يوصل معانا للمرحلة هذه. بهارات صحيحة مشكلة، رأس ثوم، فلفل حار أي نوعية فلفل تنفع. أنزل الرز في البداية علشان أوريكم قياسات الماء. طبعا الرز مزة، غسلته فقط بدون نقع. أغطي الرز بالماء. طبعا كيف ما كانت الكمية يكون ارتفاع الماء فوق الرز ب2 سم تقريبا. طبعا الماء دافي. ملح حسب الرغبة. في المرحلة هذه نذوق الملح إذا زايد أو ناقص. أغطي الرز بقطعتين قصدير وأقفله. تمام. أسوي له فتحات بالشكل هذا وأحط اللحم. قطعة قصدير، قليل زيت، فحمة، بسم الله، ورق زبدة. نغطي اللحم بورق الزبدة وعلى طول نكتمه بالقصدير. طبعا في المرحلة هذه لازم يتقفل تمام وينكتم مضبوط. وعلى الفرن في الرف اللي قبل الأخير الفرن ساخن جدا من قبل، يأخذ معي من 2 إلى 2.5 ساعات على درجة حرارة من تحت 200 ومن فوق 160. بالنسبة لي أنا أخليه 2 هو شغال من فوق وتحت، النص ساعة الأخيرة والفرن طافي ويكون معانا جاهز. وهذا هو بعد 2.5 ساعات بالضبط. افتحه أمامكم، بس قبل ما نفتحه وقف الفيديو 5 ثواني واكتبوا لي في التعليقات ايش توقعاتكم، الرز واللحم جاهز ولا لا. ونقول بسم الله ونفتح. شوفوا لي ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا سلام. شوف 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 شوف. شوفوا لي التحميرة كيف بالنسبة للاستواء. شوفوا مبين أمامكم. بسم الله. وهذا الرز. طبعا الرز نخليه يهدأ قليل علشان ما يتعجن معنا بزيادة. شوفوا لي ما شاء الله الرز. يا سلام. هذه اللحمات وهذا هو الشكل النهائي. ما شاء الله تبارك الله. أوريكم الاستواء في القطع الكبيرة. أما طعم ونكهة الرز مع اللحم يا جماعة الخير إدمان. جربوه عليكم بالعافية، ولا تنسوا المتابعة وحركة الإكسبلور.